ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة اعملوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. فيديو النهاردة عن ما تتعصبش، ما بتقولش كلام ملوش لزوم في وقت ملوش لزوم. لما يجي حد يتكلم معاك ويتنرفز عليك اسمع منه الاول لغاية ما يخلص كلامه، وبعد كده شوف هو كان بيتكلم بناء على ايه، وفكر في الكلام اللي هو قاله وشوف بقى اذا كنت هتعاتبه او هتسيبه دلوقتي لما يهدى او الكلام ده كله. مهم اهم حاجة ان انت ما تتنرفزش عليه، ما تشتمهوش، ما تتخانقش معاه. معظم الخناقات بتيجي من ايه؟ بتيجي ان شخص قدامك اتنرفز عليك وضايقك بالكلام، تروح انت متنرفز عليه ومتضايقه بالكلام وشتمه وضربه وتضربوا في بعض. فالخناقات بتيجي من كده. ليه بقى نعمل كده خناقات؟ وليه نعمل حاجات من دي؟ يعني انت خليك عاقل وراسي. بالتدريب درب نفسك ان كل ما حد يجي ينرفزك بكلمة او يضايقك بكلمة او يعمل لك حاجة مش عاجباك، حاول ان انت تبقى هادي. يعني درب نفسك كده كل مرة تبقى هادي، تهدى. حاول ايه ان انت كأنك مش سامع، او هدي نفسك، حاول تبقى بارد. انت درب نفسك ان انت تبقى بارد. هي مش هتيجي في يوم وليلة، ولا هي سهلة. هي مش سهلة على فكرة، بس يوميا كده درب نفسك ان انت تبقى هادي. كل ما حد يقولك كلمة حاول ان انت كأنك مش سامعه. مرة على مرة على مرة على مرة هتلاقي نفسك ان انت فعلا بقيت هادي، وفعلا بقيت راسي، وفعلا بقيت بتفكر قوي في الكلام قبل ما تقوله، وفعلا ما بقتش متسرع. هي بتيجي كده. يعني مثلا لما انت بتاخد كورس في حاجة، مش انت بتفضل تروح حصص 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 عشان تتعلم الحاجة دي، وبعد حصص كتير بتبقى ايه بيرفكت في الحاجة دي. فانت درب نفسك ان انت تبقى هادي، درب نفسك ان انت تبقى بتفكر في الكلام قبل ما تقوله. الموضوع ده هيفرق معاك كتير قوي، ومرة على مرة على مرة هتبقى بيرفكت في الحاجة دي. وفعلا هتبقى هادي وبتفكر في الكلام قبل ما تقوله، وده هيفرق معاك جدا في حياتك، وهيفرق كتير قوي في تعاملك مع الناس اللي هي مستفزة، اللي هي قليلة الادب، اللي هي ما بتقدركش. هتفرق معاك مع كل الناس. هتلاقي ان شخصيتك اتغيرت للأحسن، وحسيت ان انت بقيت هادي كده. واللي يقولك كلمة تستفزك، او هو قليل الأدب في كلامه معاك، او بيستهتر بيك، او بيستقل بيك، او بيشتمك من غير سبب، او بيبصلك بصات استحقار، او الكلام ده، هتلاقي ان انت بتتعامل معاه التعامل الصح. بعد التدريب طبعا هتلاقي ان انت بتتعامل معاه تعامل صحيح جدا، وهينرفزه وهيضايقه، وكله بالادب. يعني انت هتعامله معامله هتبقى مؤدبة جدا ومحترمة جدا، وهتضايقه جدا، وانت هتبقى يعني كده برنس في نفسك. انت اتعاملت معاه معاملة هو هيولع في نفسه منها، وفي نفس الوقت انت بكل ادب وبكل احترام، لانك انت انسان محترم. ان انت دربت نفسك ان انت ما تقلش من نفسك قدام حد هو اصلا قليل. ما تقلش من نفسك. دي ناس بتبقى قليلة الادب مريضة. لو دربت نفسك زي ما قلت لك هتبقى اعلى منهم بكتير جدا، وهم اللي هيعملوا لك الف حساب. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو شايفين ان هو ممكن يفيد حد اعملوا له شير، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.